السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية وانتم تشوفون هذا الفيديو. وياكم أم حسوني من قناة كيكوزا البصراوية. إن شاء الله تزورون قناتي ويا رب تعجبكم فيديوهاتي وتشتركون عندي. هلا وحبيباتي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا ربي. قبل ما نبدي بالفقرة، بالتعليقات وحدة كاتبة ساعدوني ابني ما ياكل، معتمد كله على الحلويات، فحبيت اساعدها. اذا كله بس معتمد على الحلويات فاخذي له من هاي الحبيبات اللي هي بالذرة والشوفان وكلش صحية. يعني تقدرين تعتمدين عليها كمصدر غذائي، تنباع بالسوبر ماركت، موجودة بكل مكان. هذا هو شكلها، وخلينا نبدأ بالفقرة. واليوم عندنا تراب الملوك، كيك بارد يعني أو حلا بارد تقدمون لضيوفكم، لأطفالكم، لكم بالبيت. هنا نحن عندنا بسكت، أي بسكت عادي متوفر عندكم بالبيت ماكو مشكلة. وإحنا هنا عندنا بودرة الكاكاو، تريدون تضيفون بودرة الكاكاو ما تريدون تضيفونها بكيفكم. وهنا عندنا القشطة العادية تريدون تشترون من السوق. أنا هاي القشطة أنا مسويتها بالبيت، وإذا حابين تشوفون شلون سويتها راح أترك رابط الفيديو بصندوق الوصف على مود تروحون تشوفون شلون أسويها. وهنا نحن عندنا كريمة شانتي. هسه احنا راح نسحن البسكت، راح نسحنه ونسويه ناعم، لأن هو اسمه تراب الملوك لازم نسحنه ونسوي نفس تربة نفس الترابة. فأني يعني برأيي إنه هاي هي الطريقة الصحيحة لتراب الملوك. أكو ناس تسويها عدة طرق، فأني إنه هذا رأيي. ونسحنها ونرجع لكم. وهنا هسه وصلنا لهاي المرحلة بسحن البسكت بكيفكم، تحبون تسحنونه ناعم أكثر بعد إن يكون أفضل. وهنا هسه راح نجيب القشطة، راح نضربها بالخلاط ويا الكريمة البيضة، لازم نضربها. طبعا هذا الفيديو تعاون ويا كيكوزا البصراوية، مو العراقية، كيكوزا البصراوية. سوينا فيديو تعاون نسوي بيها حلويات الباردة، وهي إلها طريقتها شنو تسوي، يعني إلي طريقتي أسوي. فحبينا نسوي فيديو مشترك. راح أترك الرابط مال قناتها بأول تعليق وأثبته، اللي حاب يروح يشوفها خليه يشوفها. طبعا بنات، يعني إذا أول مرة تشوفون الفيديو لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون على اللايك. طبعا شوفوا هاي الكريمة اللي ضفتها اللي هي شانتي، غنية عن التعريف، نص كيس كافي يعني. وإذا أنتم حابين شو اسمه تضيفون يعني أو تسوونها أكثرها حلا وتحبونها تكون دسمة، ضيفوا لها نص زبدة وضيفوا لها شكر وضيفوا لها حليب، وهاي تبقى حسب الرغبة. أني ما أحبها كلش حلوة، بس بكيفكم انتو. هاي قلت لكم الحشوة تبقى اختياركم، بس الطريقة اللي أني أسويها هي هاي أفضل طريقة، وهي الطريقة الصحيحة لتراب الملوك. ما أعرف عاد انتو شلون انتو تفننون، هاي تبقى يمكم حبايبي. نرجع لموضوعنا. لا تنسون بنات تشتركون بالقناة والضغط على اللايك، وأهم شي تفعلون جرس التنبيهات حتى كل ما أنزل فيديو يصلكم. هسه راح أضيف قسم من الكريمة والقشطة اللي ضربناها بالخلاط، حتى على مود أضيف بودرة الكاكاو عليها حتى تبقى عندي طبقات ألوان ونكهات بكيفكم انتو. هاي خطوة هاي من عندي أنا ضفتها، كيفكم انتو تحبون تسوونها تحبون ما تسوونها. هاي مجرد أفكار للتزيين وشي حلو تغيير. بنات اعذروني، يعني قبلها بيوم نزلت فيديو ما قدرت أجاوب على باقي التعليقات لأن شوية صحة ابني مو تمام،
فما قدرت يعني، حتى أني صحتي هم مو تمام، فما قدرت أجاوب على أغلب التعليقات، فاعذروني بنات حبيباتي. وأشكركم على هذا الدعم الحلو، وقاعد تكبر قناتنا، قاعد تكبر عائلتنا، فما قاعد أقدر أجاوب على أغلب التعليقات. فاعذروني. وهسه راح نبدي نحضر التقديم. طبعا أي شي عندكم بالبيت حلو كيوت تقدرون تضيفوه للتقديم وتزينون بيه على راحتكم. أني هذه طريقتي، وانتو بعد لكم الاختيار. وأحبكم كومة. وهذا حلانا اليوم، إن شاء الله عجبكم يا ربي. كلش سهل بنات وبسيط، تقدرون تنوعون بالكيك البارد. ترى كيك البارد دا يجي بيه يعني أشكال وأفكار حلوة كلش بيه، تتفننون انتو على راحتكم. ولا تنسون تروحون على فيديو كيكوزة البصراوية، شوفوا فيديوهاتها. ومع ألف سلامة، باي باي.